صوت العقل. احنا عايزين نوجه رسالة لكل الناس ان احنا محتاجين نتعقل وننظر لبناء المؤسسات، ان ده هدفنا في المرحلة القادمة. طيب، في محاولات التفاف واضحة، وفي هيئات وشخصيات وتوجهات لها مصالح من وراء العودة بمصر إلى لنقطة الصفر. فإحنا بنحذر، يعني عايزين حضرتك احنا والله القضية دي أنا أولا أناشدهم نعم. جميعا، كل من يعني له هذا التوجه، إن هو يراعي مصلحة البلاد ومصلحة المجتمع ده. هو في مرحلة حساسة جدا، في ظروف اقتصادية صعبة جدا، والمطالب متعددة. فمسألة ان احنا نرجع للمربع صفر زي ما بيقولوا، وان احنا نبدأ من جديد ونطالب بثورة اخرى. طب من الذي سيعطي الشرعية لهؤلاء الثوار؟ في 50 مليون واحد قالوا كلمتهم ان هم عايزين يسيروا في هذا الطريق. نعم. ازاي يعني يوجد مجموعة من المئات ولو وصلت الى الاف تفرض ارادتها على يعني تعقلوا. نعم. لابد ان تدركوا ان ده لا يمكن ان يكون مسموحا به. نعم. ولا هو عدل ولا هو انصاف ولا يمكن يعني لاحد ان يطالب به. وبقول للشباب لابد ان لا تكون وقودا لنار تحرق البلد. الشباب الطيب، شبابنا كله بفضل الله سبحانه وتعالى عنده حب للخير وعنده رغبة في صلاح البلد وعنده اعتراضات، وزي ما اي حد يعني زي ما اي اب ولاده بيعترضوا عليه عادي، صحيح، ومن حقهم، صحيح، وده سنهم مقتضى ذلك. فاحنا في تفاوت في الاراء، لكن مش من حق حد يفرض على الثاني ان هو لازم تتبع وجهة نظري. الاقليه يعني تكون هي التي تفرض ديكتاتوريتها على الاغلبيه. لا، ده كلام غير مقبول. واحنا بنقول موضوع التخريب غير محتمل، وبالتاكيد الشعب سيواجهه، الشعب بكل طوائفه. نعم. الشعب يعني بالمواطنين انفسهم، بالاتجاهات الاسلاميه كلها، الشرطه، الجيش، كل محب لهذا الوطن. لانه لا يمكن ان احنا يعني انت عايز تعبر عن رايك عبر عن رايك، عايز نعم. تطالب باسقاط المجلس العسكري قبل موعد تسليم السلطه في 30/6، طالب بذلك. لكن ليس من حق احد ان يدمر منشات البلد. صحيح. وليس من حق احد ان يعطل مصالح المواطنين. نعم. وليس من حق احد ان يمنع انعقاد مؤسسات الدوله التي تكونت باختيار من الشعب. نعم. فدي بديهيات لابد ان الشباب يكون مستوعب لها. صحيح. وكل الطوائف تكون مستوعبه لها. طيب يا شيخنا، احنا برضو في الجزئيه دي في مساله